لم تستفق بعد منطقة عين اللوح من حال الصدمة بعدما تفجرت قضية المبشرين في دار للأطفال. في ركن كل بيت حكاية، لكن السكان هنا لا يريدون التحدث إلا من خلف ستار. قلة فقط قبلت كسر حاجز الصمت. صافي من الاول لو المغاربه ديالنا من هذا الدين راه خايفين على راسنا، واني ما كاينش اللي يقدر يقول شي حاجه، ما كاينش. كان الإغراء كبيرا، تعليم الأطفال ورعايتهم وتشغيل آبائهم. قالوا لي باش غادي تخدم معنا، جيت تخدم معنا وغادي نعطيوك جورني مزيان وكذا، ولكن انا عرفت بان هذاك السيطره غادي تمشي لذاك الشيء، علي لا ربي علمني على ذاك وما بغيتش. لكن كثيرين قبلوا بالعمل في دار الأطفال وإرسال أطفالهم للتعلم هناك. السيدة فاطمة تقول إنها اضطرت لإرسال طفلها الذي لم يطفئ شمعته الأولى لدار الأيتام تحت ضغط الفقر. وبها مشى شحال هذه مشاهم، كان مشي عندهم تما، كان بكيت ساكن ما كيبغيوش يوريوه ليا، كان بكيت ساكن شحال من مره، كان بكيت ساكن وكنجيب حالي، كنرد في كبتي ونجيب حالي. رفض استمر 6 سنوات، لكن بعد انكشاف القضية وطرد المبشرين استدعيت فاطمة للتوقيع على وثائق تسلم طفلها، لكن فرحتها لم تدم، فوالدتها تعترض على استقبال الطفل. ما عندنا باش نربيوه، ما عندنا باش نقريوه، راه الدراري ديالي ما حتى واحد فيهم ما قرا، من حيث ما عندنا حتى حاجه غير نوايل، ما عندنا فدان، ما عندنا البقر، ما عندنا فيرما، ما عندنا غير الله. دابا حمدنا الله من حيث رجعوا ولد المسلمين المخزن، داك الشيء اللي عجبو غادي يديروا له. حال هذه الأسرة التي تعيش على الترحال لتأمين لقمة العيش يتسع لعشرات العائلات الأمازيغية هنا، دفعهم الفقر للتخلي عن أطفالهم لدار الأطفال. هكذا تبدو دار الأطفال التي اطمأن لها السكان منذ بدء نشاطها في أربعينيات القرن الماضي. لم يسمح لنا بتصوير ما بداخلها. التقينا شابا ترعرع في تلك الدار قبل أن يغادر إلى أمريكا، ثم يقرر العودة عند من تكفلوا بتربيته طوال سنوات. وفاش رجعت لقيت كلشي يتبدل، وفاش رجعت بعدا ما خلاونيش باش ندخل، سدوا عليا البيبان قالوا لي انت ما بغيناكش. شكل ذلك بداية النهاية، فقد تقدم الرجل بشكوى لدى السلطة مرتابا من مؤسسة اعتقد كثيرون أنها أنقذت أطفالهم من الشارع، فإذا بها ترميهم في أحضان المسيحية. اللافت في موجة التبشير أنها تركز على مناطق وقرى نائية بعيدة عن رقابة السلطة، وأنها تركز أيضا على أطفال قصر ما يجمعهم هو الفقر والتهميش. يقبل إلهامية الجزيرة، منطقة عين اللوح، وسط المغرب.